الموظف الجماعي تيستجب النداء الخطاب الملكي وتيبلغ على الفساد، تيتعرض للتوقيف على العمل مع الراتب الشهري وضغوطات اخرى. لا داعي باش نوضحوا داك الشيء، مستعدين لشي تحقيق، مستعدين باش نوضحوا هذا الشيء هذا مزيان. الشعب والساكنه المراكشيه باش تعرف البلاد راه غاديه بومسوس، خاصها بومسوس راه دخل البلاد وراه خصو يترمم، وخص جميع المسؤولين وجميع الناس اللي عندها ضمير حي تنوض تحقق في هذه الامورات هذه اللي راه ماشي هضره الكلام، راه اثبات، وراه الامور عند القضاء. ولحد الساعه القضاء باقي ما شفنا حتى شي حاجه. وانا راه كنتاسف هذا الشيء اللي تعرضت ليه، اللي 4 شهور هذه الصالير ديالك تيتوقف، الظروف ديالي الله اللي غادي يعلم بها. واش هذا عنوان عاطينو الناس اللي هي بتبلغ وبديرها الجزاء ديالك؟ و بركه راه الكلام كثير. شكون هما هادو اللي وقفوا لك الصالير؟ منهم السيد الكاتب العام، منهم النواب اللي هما حاليا تيمارسوا بالطريقه اللي بغاو بعد ما جاو وساومونا وما بغيتش هاد المسائل هذه ما قابلهاش. انه الحمد لله الله قادر بكل شيء الامه ديالو، و كنتسف بزاف انني ما مستعدش حاليا باش نبلغ الرساله مزيان اللي عليا انا درتو. المطلب ديالك؟ المطلب ديالي هو رد الاعتبار لكل مواطن شريف. وراه مراكش هذا راه كل واحد راه معروف، راه السيره الذاتيه ديالو غادي تبين شكون هو، واش عطى، باش كيتخلص في هذه البلاد، اش عطى لهذه البلاد وباش كيتخلص فيها. هذا الشيء اللي بغينا نشوفوا هاد الناس هادو، شكون المسؤول، شكون بزاف. وشنو السبب التوقيف الاشهر ديالك؟ راه العنوان قلت لك، تبليغ على الفساد يساوي التوقيف على العمل مع الراتب الشهري. وتنكتفي بهذه المساله هذه انني